هو فضل طول الوقت يقولك ان هو عنده شغل وان هو مش قادر يكلمك في نفس الوقت اللي انت محتاجاه جدا ان هو يكلمك. فانت المطلوب منك 3 حاجات تعمليهم علشان تقاومي الافكار السلبيه. اعملي لايك وانت كمان اعمل لايك ويلا بينا نبدا. اول حاجه انك تقللي سقف توقعاتك، بمعنى عقلك الباطن مستسلم بسيستم انك متوقعه طول الوقت ان هو هيهتم وهيتكلم، ان دي متطلباتك واحتياجاتك النفسيه والعاطفيه موجوده عندك تجاه الشخص ده. فكونك انت قللتي سقف توقعاتك واقنعتي نفسك واحده واحده انك مش منتظراه او مش مستنياه او مش حاطه توقعات عاليه، ده هيخلي اذا هو جاي يكلمك هتبقى حاجه تفرحك، لو ما كلمكيش مش هتحسي بالاحباط. تاني حاجه تبطلي تعاتبي، لانك على طول اكيد بتعاتبي وبتتكلمي وبتقولي اهتم واعمل كذا 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 كذا، وهو بيسمع من هنا بيطلع من هنا وفي الاخر بيعمل اللي في دماغه. فكونك انت ما تعاتبيش ده هيفيدك في نقطتين. اول نقطه هو انه هيستغرب وهيقول هي ازاي ما بقتش تعاتب، فبالتالي نقطه الفضول دي هتحركه تجاهه وتخليه يحاول يصلح الموضوع ده، فهيبدا يحس بالخوف انك بطلتي تعاتبي، فانت كده معناها ان انت استغنيتي او ان انت خلاص يأستي او ان انت هيبقى ليكي رد فعل. تمام. وتاني حاجه هتفيدك في حته العتاب، عدم العتاب، هي انك من جواكي هتتعودي انك ما تحتاجيش تطلعي الطاقه السلبيه في الشخص ده. يعني اللي بيعاتب على طول ده شخص عنده مشاكل، الشخص ده عنده وجع كبير جدا، فكونك بتعدي عقلك الباطن مستسلم بالسيستم ده، فهتلاقي نفسك على طول حاسه بوجع. لكن كونك عودتي عقلك الباطن على عدم العتاب دي حاجه هتفيدك جدا، بحيث انك هتستسلمي على النظام الجديد، فهتلاقي نفسك انت مش مضطره تعدي. ثالث حاجه المطلوب منك انك تعمليها هي انك تردي عليه بس بالافعال. يعني العتاب مش هيجيب نتيجه ومضر جدا، فبالتالي لازم يكون ليك رد فعل فعلي مش كلامي. يعني بمعنى انه لما يتفرغ بسيادته بعد الشغل مثلا او بتلاقيه بعد غياب جاي راجع يتكلم، تمام، يكون رد فعلك مختلف، ردك على المسج يكون متاخر، وكلامك على المسج اللي انت بترد عليه متاخر يكون مقتضب ومختصر وغير الاول، بحيث ان هو يلاحظ ان كلامك متغير معاه، مع انك موجوده، انا موجوده، انا ما مشيتش، انا برد عليك، بس انا ليا القرار ان انا ارد في الوقت اللي انا عايزاه والرد لحجمه اللي انا عايزاه. تمام. دي حاجه هتقيم افعاله جدا وهتخليه ياخد باله. وخدي بالك ان في بنات كتيره جدا زي تقعد تعاتب وتقعد تتكلم وفي الاخر ما بيحصلش حاجه وهي اللي بتتاذى وتتدمر في الاخر.